بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مساء الهنا على عيونكم حبايبي، مساء الصحه والستر والرضا. النهارده ان شاء الله هنعمل الدوناتس بتاعت شركه ماي واي. انا كنت جبت العلبه دي ضمن فيديو المشتريات اللي جبتها من ماي واي، وكنت صورته معاكم، وكنت قلت لكم ان شاء الله لما اجي اعمله هبقى اصوره لكم. هنعمله بقى النهارده ان شاء الله. هنعمل ايه؟ هنسمي الله الاول، واول حاجه هنعملها هنكون محتاجين كوباية الا ربع من اللبن الدافي. هنحط عليها معلقة كبيرة كده ممسوحة خميرة فورية. هنبدأ كده نقلبها، وهنركنها بقى دلوقتي كده على جنب لمدة كده 3 دقايق. وبعد كده معانا بولة، هنبدأ نفتح بقى العلبة. بسم الله. وده الكيس اهو اللي جوه العلبة، هنبدأ بقى نفتحه نشوف المكونات اللي جواه. هننزل بمكونات الكيس ده جوه البولة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ دلوقتي ننزل بكوباية اللبن الا ربع اللي دوبنا فيها معلقة الخميرة. وهننزل ب3 معالق سمنة او زبدة، انا بالنسبة لي حطيت سمنة. وهننزل ببضاية. وهنبدأ دلوقتي نقلب المكونات دي كلها مع بعض الاول كده بالمعلقة. وبعد كده هنبدأ بقى نقلب المكونات دي بايدينا، او لو عندك عجان كهربي هتبدأي تقلبيها فيه. فانا عن نفسي هقلبها كده بايدي لحد ما في الاخر هتتكون معانا عجينة. وكده خلاص، بصوا العجينة اتجمعت معايا اهي. هبدأ بقى اكورها كده وهعملها على شكل كورة. وهبدأ ادهنها كده بشوية زيت. ندهن العجينة كده بشوية زيت اهي بالشكل ده. واجي اهي خلاص كرة العجين بتاعتنا دهنتها بزيت. هبدأ بقى احطها كده وهبدأ اغطي عليها. ودلوقتي هعمل هسخن الفرن لمدة 5 دقايق، وبعد كده هطفيه، وهدخل العجينة دي جواها لمدة ساعة كاملة تخمر. وبعد ساعة هطلعها وهوريها لكم شكلها عامل ازاي. واجي العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت لمدة ساعة كاملة، بصوا بقى الحجم بتاعها بقى عامل ازاي. بصوا الكمية اتضاعفت ازاي. طب دلوقتي بقى هنبدأ نعمل عندنا الرخامة بتاعتنا اهي نضيفة ومغسولة زي الفل. هنبدأ ناخد بقى شوية دقيق كده ونرشهم على الرخامة. وهنبدأ ناخد العجينة بتاعتنا كده هنلمها. بصوا عاملة ازاي. اهي العجينة بتاعتنا اهي. هنبدأ نحطها كده على الدقيق اللي رشناه بالشكل ده. نبدأ بالنشابة بقى نفرد العجينة بتاعتنا بحيث نخلي السمك بتاعها عبارة عن 1 سنتي، يعني عايزينه صوبع كده. هفردها انا بقى وهرجع لكم تاني. واجي العجينه بعد ما فردناها هنبدا بقى دلوقتي نقطعها لو عندنا القطاعه بتاعت العجين خلاص هنعمل بيها. طب لو ما عندناش مش هنحتاج اكتر من غطيين زي دول. ده غطا برطمان، وده غطا اي ازازه بيبسي او اي ازازه ميه معدنيه او مياه غازيه اهو. الاتنين دول الغطيين دول هنعمل اول حاجه بالغطا الكبير كده. وهنبدا بسم الله ننزل كده ونقطع العجينة. ننزل على العجينة كده نضغط ضغطة ونلف الغطا كده بالراحة بحيث نخلصها من الشكل اللي عندنا كده. وبعد كده عندنا الغطا المية المعدنية او البيبسي هنبدأ في النص ونعمل برضو كده. اهو. وجي اول واحدة هنبدأ بقى حتة العجينة اللي في النص دي هنشيلها، وطبعا مش هنرميها. هنبدأ نحمر برضو الدوائر الصغيرة اللي طلعناها دي. هبدأ اعمل معاكم واحدة تانية كده. بسم الله.
اهي. وبرده بنفس الغطا ده، او ممكن اخد غطا تاني اهو، وهبدأ انزل برده في النص كده بالظبط، ونبدأ نفرغها من النص بالشكل ده. وبرده الجزء اللي في النص ده برده هاخده علشان ابدأ افرغها اهي. وجي تاني واحدة هبدأ بقى اكمل بقية العجين كده، هقطعه وهرجع لكم اقول لكم هنعمل فيه ايه. بصوا، ودي الدواير اللي بفرغ بيها الدواير الدونس اللي بطلعها، بعمل فيها ببدأ اجمعها من اول وجديد وبعملها كورة وبفردها كده بالنشابة، وببدأ بنفس برضو الطريقة ببدأ اعمل كده، اقطع كده الدايرة بتاعت الدوناتس، وبطلع كده العجينة من فوق، بثبت الغطا بايدي وبطلع دي كده كويس. ابدأ بقى اسويها كده بايديا، وبنفس الطريقة بالغطا الصغير بتاع ازازة المية الغازية او البيبسي، وببدأ افرغ كده من النص، وبنفس الطريقة اللي فرغت بيها ايه الدايرة الكبيرة اللي قطعتها بيها، ببدأ اثبت الغطا كده بايدي، وباخد الدايرة كده اهو اطلعها اهي. بصوا طلعت معانا بمنتهى السهولة ازاي، ومن غير قطاعة يعني ولا اي حاجة اهي. بوسع بس الدايره دي كده شويه بايدي على اساس ايه لما نخمرها تاني ما تلحمش ما تتسدش اهي. ودي كانت اخر قطعه، ما نفعش طبعا بقى افردها بالنشابه واحط عليها الغطا الكبير ده كله، فهتطلع يعني ايه دونتس صغنطوطه كده. يا دوب عملتها كوره وفردتها كده بططتها بايدي، وهبدا إيه افرغها بالغطا. الوحيده بقى اللي هنحمرها هي الدايره الصغنطوطه دي، يعني دي الدايره الصغننه الوحيده، دي ايه الدوناتس الاخيره بتاعتنا اللي ما عملتهاش بالغطا. الوحيده بقى اللي هحمرها الصغنطوطه دي، يعني احنا ما فيش دوائر من دي خالص هنحمرها، لان كلها كنت باخدها اجمعها زي ما وريتكم، وكنت بعملها ايه عجينه مدوره بقطع منها. دي الوحيده اللي هنحمرها، ودي الاخيره اللي هنحطها. ودلوقتي بعد ما قطعت بقى كميه الدوناتس كلها هنعمل ايه. عندنا اي صاج، او مثلا انا خدت الصاج بتاع الفرن البوتاجاز، حطيت فيه ورق زبده بالشكل ده، وبدات ارص فيه الدوناتس اللي انا مقطعاها بالطريقه دي. وتاخدوا بالكم بقى وانتوا بترصوهم تخلوا مسافات كده بين كل قطعه والتانيه، علشان دلوقتي هنعمل ايه، هنشغل فرن البوتاجاز تاني، هنسخنه يدفى بس معانا، وبعد كده نطفيه وندخل الدونس ده تاني الفرن لمدة ساعة الا ربع، يخمر تاني لمدة ساعة الا ربع، ونبدأ نطلعه من الفرن. وهكمل معاكم وهقول لكم هنعمل ايه. هما طلعوا معايا الكمية دي، يعني بصوا العلبة بتاعت ماي واي طلعت معايا دول كام، 4 في 3 ب12. وطلعوا معايا برضو بصوا في القالب ده هوريكم، وطلع معايا كمان الاربعه دول بالقطعه الصغنطوطه دي اللي هي زادت مني في الاخر، يبقى 12 و4 16 قطعه دوناتس كويس. دلوقتي بقى هسخن الفرن شويه زي ما قلت لكم وهطفيه، وابدا ادخل قطع الدوناتس دي لمده ساعه الا ربع تتخمر تاني، وهطلعها بعد ساعه الا ربع وهوري لكم إيه هنكمل هنعمل ايه. وادي الدوناتس بتاعتنا بعد ما خمرناها للمره التانية في لمده ساعه الا ربع اهي، منظرها بقى بالشكل ده كده. ودلوقتي في طاسه على النار وحاطين فيها زيت غزير كده نسخنه كويس، وهنبدا ننزل كده بالدوناتس بسم الله، وهنبدا كده نسيبها على النار لحد اول وش ما يتحمر ياخد لون كده دهبي غامق، وهنبدا نقلبها على الوش التاني. وكده اول وش يتحمر اهو، بدانا نقلبها على الوش التاني. وادي الدوناتس بتاعتنا بعد ما حمرتهم، بصوا منظرها عامل ازاي، بصوا المنظر جميله. بس معلش بقى هو في كام واحده اتحمشوا مني كده على النار اتلهفوا مني، بس هي المفروض يبقى لونها عامل كده. بصوا بقى من جوه العجينه عامله ازاي، دي الزغنطوطه اللي فضلت مننا في الاخر. بصوا العجينه من جوه هشه خالص وجميله. دلوقتي بقى هنعمل ايه بالنسبه بقى للتزيين بتاعها. انا عندي هنا شويه شوكولاته، سوري عندي شويه صوص شوكولاته كنت عملتهم معاكم في فيديو قبل كده على القناه. وعندي هنا جوز هند، شويه فرماسيل الوان، وشويه شوكولاته شيبس. هنعمل ايه، هنمسك مثلا واحده كده، هنبدا ننزلها كده في الصوص الشوكولاته كده، وممكن نسيبها زي ما هي كده،
يعني هنحطها هنا بالشكل ده، ممكن نسيبها زي ما هي كده. طيب ممكن واحدة تانية نعمل فيها ايه، هننزلها برضو ايه في الصوص بتاع الشوكولاتة. كويس. وهنبدأ نحطها هنا كده. هناخد مثلا شوية جوز هند ونرشهم عليها بالشكل ده. هنرشهم كده، ممكن على الدونس كلها او على ايه نصها، يبقى على نص ونص لا، بالشكل ده. ممكن اخد واحدة تانية برضو انزلها في صوص الشوكولاتة بالطريقة دي كده. وبعد كده هاخد شوية فرماسيل الالوان وهبدأ ارشهم عليها بالطريقة دي كده. كويس. ممكن اخد واحدة تانية برضو انزلها كده في صوص الشوكولاتة، نلفها كده عشان ايه كل الجوانب يجي فيها صوص. وابدأ احط عليها شوية كده ايه شوكولات شيبس من هنا بالشكل ده كده. ممكن نعمل شكل تاني برضو، ممكن برضو ايه يعني نرش على السكر بودرة بتبقى حلوة. ممكن ناكلها زي ما هي كده من غير ما نحط لها اي صوص ولا اي حاجة من دي، تبقى برضو حلوة وطعمها جميل كده بالشكل ده. ونخلي مثلا نصها جوز هند ونخلي النص التاني كده فاضي. ممكن ناخد واحدة برضو تانية بالشكل ده الاول. طبعا صوص الشوكولاتة هو الايه العامل الاساسي الثابت معانا في كله، في كل الزينة بتاعتنا كده. خلاص هنحطها هنا ونخلي نصها جوز هند والنص التاني نحط عليها شوية ايه فرماسيل الوان كده. يعني طبعا بالنسبة للتزيين بتاع الدوناتس على حسب ايه ذوقك انتي، كل واحد يزوقها حسب ايه الذوق بتاعه بالشكل ده. هكمل بقى بقيه الكميه وهرجع لكم تاني. وادي الدوناتس بتاعنا بعد ما زينته زي ما قلت لكم ما خدش حاجه خالص. يعني ممكن شويه جوز هند شويه فرماسيل شوكولات شيبس لو باين، ممكن تسيبيه بالصوص الشوكولاته زي ما هو، ممكن تحطيه في سكر بودره، ممكن من غير اي حاجه خالص. العجينه طبعا طعمها وريحتها تحفه. احنا عارفين طبعا بره الدوناتس ده بنجيبه من دانكن دوناتس بيكلفنا قد ايه. ده كلفنا ايه يا دوب علبه الدوناتس اللي انا جبتها من ماي واي كان بحوالي 15 جنيه وشويه بقى التزيين اللي انت هتزيني بيهم وبس. على كده عمل لنا كام قطعه؟ عمل لنا 16 قطعه اهو. يعني العلبه ام 15 جنيه عملت لنا 16 قطعه. يعني الدوناتس الواحده ما كملتش جنيه بره. شوفوا بقى بنجيب الواحده بقد ايه. اتمنى طبعا تجربوها بالطريقه دي، ان شاء الله تعجبكم وتعجب ولادكم باذن الله ويفرحوا كده بيها. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده عن الدوناتس. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. لو الفيديو عجبكم يا ريت بقى ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. نتقابل في فيديو تاني ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.